دي مش أي بوابة، دي بوابات الشر اللي الفراعنة خبوا وراها أسرار مظلمة. في حضارة مصر القديمة في سر مرعب اتدفن آلاف السنين، سر اسمه بوابات الشر. وحراسها ما كانوش تماثيل، كانوا أشخاص مقدسين، وأخطرهم كان أنوبيس. أنا أنوبيس الحارس المقدس، واقف هنا عشان أمنع أي حد يفتح البكابات دي. المصريين القدامى كانوا عارفين أسرار عن العالم محدش غيرهم عرفها. حبسوا الجن وأغلقوا بوابات الشر عشان الشر ما يخرجش للعالم. البوابات دي ما كانتش مجرد أساطير، دي كانت ممرات لعوالم تانية مليانة قوى غامضة وأسرار مظلمة. أنوبيس مش إله زي ما ناس بتقول، لكن شخصية مقدسة اتوصفت بشكل مرعب. كان الحارس اللي واقف على باب المجهول، بيحمي البوابات النجمية اللي بتوصل للكون كله، ومحدش يقدر يعدي من غير ما يواجهه. القدامى كانوا بيفتحوا البوابات دي بس في أوقات محددة، لما يحتاجوا علم أو قوة أو أسرار من الكون نفسه، وبعدها كانوا يقفلوها بسرعة عشان الشر ما يسيطرش على العالم. في آخر 30 سنة اتفتحت مقابر كتير واتطلعت منها آثار غامضة، لكن الهدف مش مجرد كنوز، الهدف كان محاولة فتح بوابات الشر مرة تانية. وفي مشاهير أجانب مستعدين يدفعوا كل اللي يملكوا عشان يوصلوا للأسرار المدفونة في سراديب الأهرامات وتحت أبو الهول. الأيام اللي احنا عايشينها دلوقتي هي أيام الشر، والسؤال إيه اللي ممكن يحصل لو البوابات دي اتفتحت تاني؟ لو البوابات دي اتفتحت تاني، الشر هيغرق العالم. اشتركوا واستنوا المفاجأة.